السلام عليكم. انا عارفه ان في ناس كتير مقاطعه مسلسل منى زكي من قبل ما يشوفوه. انا كمان كنت بقول عمري ما هتفرج على المسلسل، بصراحه مش ناقصه نكد، بس المسلسل من اول حلقه شدني، فقررت اديكم ملخص سريع كده للحلقات. حنان اللي هي منى زكي ارمله، كانت عايشه في اسكندريه، جوزها مات وساب لها ولد وبنت، وجوزها صياد صاحب مركب. بتروح تزوره في المقابر وبتكلمه وبتقول له انها اسفه انها تسيب البلد وتمشي، وإنها مضطرة تعمل كده، وبنعرف إنها هربانة من حاميها ومن أخو جوزها علشان عايزين يطلعوها من المولد بلا حمص، ومتحكمين فيها تحكمات هي ما قدرتش تتحملها. فبتاخد ابنها وبنتها الصغيرة وبتنزل على دمياط، وبتنزل حنان بولادها على دمياط، وبتبدأ رحلة المعاناة والشقة. بتكلم الراجل اللي اتفقت معاه إنه يشوف لها شقة إيجار، وبتلاقي الراجل ده مستنيها وبياخدها البيت اللي فيه الشقة اللي هتسكن فيها. صاحب البيت بيكون راجل كشري قوي، واللي قام بدوره ابن الفنان خالد صالح الله يرحمه. بتلاقي البيت قديم جدا، والشقة اللي هتسكن فيها هي وولادها برضو قديمة جدا، والسباكة فيها بايظة ومحتاجة توضيب كتير جدا علشان تبقى شقة آدمية، لكن اضطرت إنها تقبل وتقعد في الشقة دي. وبتبدأ تفهم ابنها إن وراها مشوار مهم، وإن هو هيقعد بأخته وهياخد باله منها لغاية ما هي ترجع. وبتوصيه بقى بلاش لعب كورة، بلاش دوشة، ما تفتحش الباب لحد. وبيكون معاها مبلغ كبير في شنطتها، بتاخد منه جزء وبتشيل جزء، وبتكون مستنية الراجل اللي مهرب لها المركب بتاعتها أو بتاعت جوزها يعني من اسكندرية لدمياط. المركب اسمها رزق ياسين، ده بقى صالح أخو جوزها اللي هي أصلا هربت منه المركب. وبيكتشف إن المركب مش موجودة، وطبعا فضل يهلل ويزعق في الصيادين اللي واقفين، وقالوا له إحنا مشوفناش حاجة. وراح حكى لأبوه اللي حصل، وخدوا وطلعوا على أختها وبيسألوها عن أختها اللي سرقت المركب، وبيهددوها إنهم هيبلغوا عنها البوليس. حنان بقى بعد كده راحت لراجل علشان تتفق معاه يعمل لها بياض في المركب بحيث انها تخفي ملامحها تماما، وبتقول له عايزاها الصبح تكون جاهزة وملامحها مخفية خالص. والراجل بيقول لها الشغل ده محتاج أسبوع مش يوم واحد، وبتسيبه وبتروح لنقاش تاني وبيطلب منها 20,000 جنيه، وبتديله عربون وبتتفق معاه. وبيبدأ فعلا في النقاشة، لكن بيطلع عليهم الصبح وبيكون لسه مخلصوش، فبتضطر انها تساعدهم وتشتغل معاهم. لكن برضو النقاشين بيقولوا لها لا، هنستنى لتاني يوم، هنريح شوية ونجيلك. ولما بتقوله بس انت متفق معايا على كده وانا دفعلك الفلوس، فبيهددها يعني وانت تقدري متدفعيش، اللي هو انت ست بقى وغلبانه وكده. دي بقى خطيبه صالح وعروسته اللي المفروض هيتجوزوا قريب. طبعا في الوقت ده ياسين ابنها واخد باله من اخته، بيغير لها البامبرز وبيديها الرضعه، لكن البنت بتصرخ وعايزه مامتها. وياسين ده حنين جدا، حاول بكل الطرق ينيم اخته لغايه ما مامته ترجع. والعمال سابوها ومشيوا، واضطرت ان هي تفضل تشتغل وتكمل هي شغل النقاشه لوحدها. في الوقت ده حنين سمعت من الصيادين اللي حواليها انهم بياخدوا بالهم لو في اي مركب جديده ظهرت، وبيسألوا على كل مركب جديدة بتظهر دي بتاعت مين. عايزة أقول لكم بس حاجة، أنا عرفت ليه منى زكي طالعة شكلها مبهدل كده في الحجاب. هي مش علشان تشوه صورة الحجاب، لكن علشان أصلا هي ست شقيانة، فمش قادرة تاخد بالها من نفسها ومن لفة الطرحة وإنها تحط ميك اب وكده. هي طالعة بدور أم أرملة عايزة تحافظ على عيالها ومتبهدلة بيهم مش أكتر. عموما هنتابع معاكم الحلقة التانية، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وبس كده. السلام عليكم.